لا لا حاشا ماشي وسيله الاعلام، الاعلام عنده طرق ديالو وحاط قدامه ترانزستور. شيء من حياتي اللي كتبت الجزء الثاني تقريبا الثلث ديالو او الربع الثالث هذا بالعربيه مكتوب في الشرق، غادي يطلع مكتوب تقريبا اللقاء مع المصريين، يعني تقريبا مكتوب باللهجه ديالهم، يعني هنا الحياه تقريبا ديالي كلها موجوده هنايا. ولولا الصحافه لولاكم انتم الصحفيين ما تعرف اسم ديال عبد الوهاب الدكاني. لكن مقالات كثيره كتبت عليا يعني ما عندها نهائيا كذا، ما كنتعاملش معهم نهائيا، لا بل الاولى ولا الثانيه، لانهم ناس ما كيعرفوش ما مدى الفن والحق ديال الثروه ديال الوطن، الحق ديال المؤلف. السلام عليكم، معكم محمد دويب في بودكاست انا والميديا، وهذه الجلسه الجديده مع ضيف كبير وكبير، وانا فخور باش يستقبلني عنده الاستاذ عبد الوهاب الدكاني في المتحف ديالو اللي انا فخور باش نكون معك فيه. بارك الله. السي عبد الوهاب الدكاني غادي يهضرنا على العلاقه ديالو في هذا المسار الكبير مع الميديا. واول حاجه سؤال غنبدا به في المتحف، نهار طاحت عليك الفكره باش دير المتحف، واش المتحف انا بالنسبه لي جيت له شحال من مره، ديما ملي كنجي له كيجيني بحال شي ميديا ديالك، بحال وسيله ديال الاعلام. واش فكرتي في المتحف بانه كوسيله الاعلام ولا ميديا ديالك، ولا كان تصور؟ لا حاشا ماشي وسيله الاعلام. الاعلام عنده طرق ديالو باش كيدار. هذا متحف بمعنى الكلمه، وهو عباره عن كل ما حصدوه يعني الجمهور. يعني انا كنت فقط يعني انسان متسخر، كنت كنجمع هذه الاشياء اللي هي في الملك ديالو، فدرتها ديالو فقط باختيار. كاين اشياء هنايا قديمه، وكاين جديده حديثه، وكاين اللي غادي يفتخر بها، وكذلك اللي كيعرفوا الناس المسار ديال الفنان، كيفاش بدا وكيفاش كان السلسال ولاي مدى وصل هذه السنوات اللي طوال اللي دار. هذا فقط. تنذكر يعني المسار ديال الاستاذ الدكاني اكثر من 60 عام العطاء، ماشي غير في الموسيقى والفن، يعني حتى في الرسم. الناس يمكن ما تعرفوش بزاف، كنتي البدايه ديالك بديتي في الاخ تي ام، يعني وكنتي بديتي في الاذاعه والتلفزيون. يعني لا بغيتي تقول هو الفن واحد ياك كيفما كان، كيف يكون الانسان شاعر او اديب او نحات او ممثل او موسيقى او غيره، فالفن واحد. انما الغريب انه الانسان ما يمكنلوش يكون في الاشياء هذه كلها، في الفنون كلها بارز. يعني كاين اقليه اللي هما ربما واحد ولا جوج على راسهم. شارلي شابلين هو اللي كان فنان وموسيقي وسيناريست وممثل وكذا والخير، كان متعدد الاشياء كلها. وكنت متيقن بانه كان كيحسن حتى الطبخ ياك. ايه، مع انه واحد اسمه واحد من الافلام ديالو كان كيطبخ السيور ديالو كام سباغيتي كام سويت. انا متاكد بانه كان طباخ ماهر، بحيث الفن واحد ياك. انما يعني كتعدد الاشياء، النوتات، الموسيقى فيها نوتات، والموسيقى فيها الوان، والرقص فيه حركات، والتمثيل كذلك في حركات وفيه مسائل اخرى. ولكن فن واحد، ولكن كاين بعض الاشخاص اللي عندهم واحد يمكن لهم يشوف واحد الفن اكثر من اخر. ميول، مساله ميول، كان ميول. انا بغيت نقول انه الفن واحد، انه كيمكن الانسان يكون ممثل، يكون موسيقي، يكون شاعر، يكون اديب، يكون يعني مسرحي الى اخره. لا بد هذه المسائل في الذات ديالو كتكون، لانه الفن واحد. انما كيجي واحد النوع ديال الاختيار ديال الفن كيمشي
الطريقه ديالو كتعجبو هو كيختارها فقط. والاختيار ديالك كان باين في الاول، كان باين في مثلا في بالنسبه الاول. لي انايا جا للهوايه ديال الرسم والهوايه ديال الصوره ديال الموسيقى، وكذلك الهوايه ديال الكتابه الى اخره. فهنا كان تبارك الله كاين اللي يدير الاشياء اكثر بهذا الشيء هذا. وملي كنتي في البدايات هذه كنديرها لان مهمه، كنتي خدمتي في الار تي ان وتلاقيتي مع واحد الشخصيه حتى هي الله يرحمها في هذا النهار اللي شجعاتك، السي مجرى شجعك قال لك سير في المجال ديال الفن في الموسيقى. يعني كانت قال لك دير شي كارير اخرى من غير الفن، ولا بحال دابا كان يمكن لك تبقى تخدم في الميديا كي كانت جاتك شي، ولا كنتي بالنسبه لك لا هو كان البيئه فين كنت عايش كانت البيئه ديال الفن. البيئه حيث في الدار ديالنا كان تمارين، كنديروا تمارين هذاك ديال المسرحيه، المسرح، وكان كذلك تمارين ديال الموسيقى. هذه الاشياء من نصيبها وداك الشيء طبات فيا. انما كان يمكن الانسان ما تعرفش الضروره اللي شنو غادي يمكن لها تعمل. وي يعني أو ومن البدايات كيفاش كان الدور ديال الميديا؟ سبب انت كتقرا صحف، الراديو تتسمع، واش شنو هو التعامل؟ قلتي هذا العالم ديال الميديا كي غنتعامل معاه انا كفنان شاب غنجي غادي ندير واحد المسار، واش كانت عندك واحد يعني واحد بريز دو كونسيونس في الاول، واحد الوعي كيفاش هذا الميديا غنتعامل معاه، ولا داك الشيء جا مع الوقت؟ لا هو جاء مع الوقت، ولكن جاء بانني كنت متشبت يعني بالغناء من الاول، وكان على راسهم اللي كنت انسان ولا زال الان. يعني كان حتى نعتبره انه احسن موسيقي اتى العالم العربي كموسيقي وكفنان، كان كمبدع وكملحن وكمؤدي، هو انه محمد عبد الوهاب. بالنسبه لك هذاك هو تلمت على يدي ومشيت في الخطى. يعني كان موديل، يعني كان هذا كيف قلت هو الموديل ديالي محمد عبد الوهاب. فانا كنحاول انني نمشي في الخطى ديالو في الاتجاه ديالو. كذلك كاين الناس اللي انا كنآمن بهم ايمان كبير مثل بيتهوفن كموسيقار كبير وكذلك كشريك شالبين كعطاء، كانسان يعني عطى للفن اشياء خارقه للعاده لحد الان باقا انه الوحيد، يمكن الوحيد اللي اختار في العالم، بحيث حتى في الدول الشيوعيه كذا على مثلا اسميت الصين، النهار اللي كان غادي يدوز قال في ذاك الوقت كان اظن كان ماو تسي تونغ قال للشعب ديالو لابد انكم تشوفوا واحد الانسان غادي يدوزوا لاول مره كيدوزوا فيلم غير الافلام ديالهم، فدوزوا ليتا مودرن. وي ليتا مودرن هو الرساله ديال هذا الفيلم الان. شوف هذه اكثر من 50 سنه 60 سنه فين كان التصور ديالو، فين كان كيشوف الاشياء. وشكون اللي يقدر يقول انه في الوقت ديال هتلر عمل فيلم كيقول الاشياء اللي اقترفها هتلر ضد البشريه ضد الانسانيه، ولكن بواحد الطريقه يقدر ذاك الوقت يكون عنده الشجاعه والجرأه. الا واحد هو اللي شاف فيه. فهادو الناس يعني موديل، هذه الموديل ديالي محمد عبد الوهاب وبيتهوفن وشارلي شابلن. وهاد الناس كانوا كيف مع الميديا ديما يعني. طبعا اؤمن بكثير من الادباء من الشعراء من الكتاب وكذا الى اخره، ولكن هادو كموديل يعني اختارتهم لي. وهاد الناس كانت عندهم واحد العلاقات يعني ديما مع الميديا، لان كانوا قويين، لان تيدخلوا عند الديور ديال الناس في التلفزيون، تيدخلوا بالصحافه، تيدخلوا بالراديو. يعني في المجال ديالك يعني كانت بالنسبه لك كانت الحضور ديالك كيفاش كنتي كتشوف الحضور ديالك في الميديا؟ كيفاش بغيتي يكون اول مره وهنا غنهضروا وهذا الشيء في المسار ديالك في الاول، ومشيتي من بعد للقاهره وكان واحد الجو اخر. لا هذيك القاهره كانت خطوه يعني باش تمشي انه بما انه القاهره وهذا لا ليس في اي شك،
واللي يقول العكس يعني حرام عليه. انه القاهره منبع للثقافه والفن بالنسبه للوطن العربي، كفايه انها عطات شوقي وانها عطات يعني وغيرها اسماء كبيره. والعقاد وغيرهم من غير من الفلاسفه من الادباء من الكثار. فانا كانت الاقدار انه جات لهنا صوت العرب في جوله للمغرب، وكان هنا الاخ المرحوم عبد الحليم حافظ وكذا، فكان معها وجدي الحكيم كان صحفي كبير وكان ملتحق بصوت العرب، فوجدوا لي دعوه انني نسجل بعض الاغاني. غادي يعني هذا الشيء باش هادشي مشيت. باش مشيتي يعني. واذا لقيت لقيت الجو اللي اللي يناسبك. كنت انا كنتمناه اللي مع الاسف ما وجدتوش يعني في المغرب. يعني كان واحد الخطوه كان اللي واحد الخطوه، ولكن توجد من بعد بالرجوع ربما، وان كان شيئا ما يعني ليس بشباب بحيث هذا ما لا شك فيه انه الثقافه والفن والكذا معمول بالنسبه للشرق بالنسبه لمصر، بحيث حتى الكتب الدراسات كناخذها من الشرق من مصر ومن لبنان كتبقى هي وغيرها من هنا. فهذه كانت، ولكن كانت خطوه ممتازه بالنسبه لي، المسار وكانت تجربه كانت هائله. اني تعرفت مع كثير من الناس، وعلى راسهم محمد عبد الوهاب اللي كنت كنحلم انني نشوفه كاستاذي كاب روحي، وتعرفت على كثير من الصحفيين، على العقاد وحمد رامي وصالح جودات، عبد الوهاب محمد حسين السيد، يعني كل الاسماء اللي كانت كثير من الاشياء من الصحفيين قليل البنداري وكمال ملاخ وغيرهم. فلولا انني ما مشيتش مثلا لمصر ربما ما يكونش يمكن نفس تعرف، او انيس منصور الفيلسوف الكاتب الاديب، وكانوا صاروا اصدقاء ديالي ولا صداقات وكلينا على نفس المائده واكلنا نفس الاكل. فهذه كانت تجربه، كانت يعني تجربه. كيفاش كان ديك التصاور كتدخل القاهره وداك يعني فيها الميديا؟ لان السينما بحال مثلا في مصر راه بدات كما بدات في فرنسا، يعني تنقولوا السينما عندها حتى هي قرن في مصر. كيفاش كان داك الشاب المغربي اللي غادي يدخل لمصر وتيشوف ديك لي ميديا والتلفازه ويعني جو اخر؟ ما كانش شويه ديال ستريس حقيقه كان واحد النوع ديال الاعجاب بصراحه. كنت معجب وكنت مندهش انه الحركه الثقافيه والحركه الفنيه لهذه الدرجه، بحيث حتى يعني الخدام اللي في عماره كتلقى كيقرا الجريده وحاط قدامه ترانزستور كيتبع الاخبار، لانه الثقافه متناول الجميع، بحيث الاهرام او الاخبار جريده الاهرام وكذا، بحيث هكا فيها تقريبا فيها كيلو ديال الورق في ذاك الوقت بنص قرش الساعه، يعني تقريبا يعني نص درهم. يعني ثقافه في متناول الجميع، بحيث كان يشري العقاد ويشري محمد هذا ولا رامي ولا صالح جودة ولا غيرهم ولا شعراء ولا ادباء، كتشوف 25 قرش و50 قرش، بحيث الثقافه في متناول الجميع. فهمتي؟ التلفازه كتدخل الديور، الثقافه موجوده يعني، وكاين الفن، دونك كاين واحد الجو اللي الفنان اللي عنده يعني واحد كما تنقول كاين العطاء. وكاين واحد الحاجه غريبه، هو انه حاجه غريبه ان القاهره في ذاك الوقت، القاهره بوحدها كانت في ذاك الوقت في 62 63 18 مليون ديال السكان. الان نعم الله شوف حتى 31 كان ما يمكنش كل عائله على الاقل مره في الشهر كتخرج كتعشى على برا وكيمشيو يشوفوا مسرحيه او شيء فني ضروري يعني في الثقافه العائله. بحيث القاهره في ذاك الوقت كان بالليل كتشوف الملايين ديال البشر تبارك الله اللي خارجين تيستهلكوا الثقافه. مسرحيات اللي خدموا اكثر من 12 سنه 14 سنه يوميا. يعني حيث الحركه يعني هذا الجو اللي كان بالنسبه لك يعني حقيقه كان ندم كبير انني انا رجعت
بعد سنوات ايه بحال اللي درتي واحد التجربه، يعني انت كانت تجربه يعني اللي رجعنا لها التجربه كانت كان ولكن كان المفروض انني نرجع ونبقى تما بالصبر بقدر ما عاد انه وان كان هنا الثقافه والفن على قدو يعني ماشي نفس يعني نفس مع الاسف المحتوى، يعني نفس يعني المسؤولين هنا كيديروا واحد المجهود بحيث الميزانيه ديال الثقافه لا شيء بالنسبه للميزانيه تقريبا الفرعيه. لا شيء بالنسبه الميزانيه الفرعيه. لوزاره الثقافه، واللي كاين باش الثقافه موجوده انه الدوله متهليه في الثقافه ميزانيه ضخمه، يعني ولهذا تبقى وسقوا لنا محمد عبد الوهاب وسقوا افلام وسقوا فريد الأطرش وسقوا ام كلثوم وسقوا غيرهم، هادو كلهم وسقوا من الدول العربيه لدرجه انه كثير من ديال الخدامين كثير الناس ولاو تيهضروا بالمصريه تنفهموا المصريه، وحتى المصريين انفسهم ولاو ما كيكتبوش باللغه العربيه، تكتبوا ولا كيكتبوا بالدارجه. ما بقاش اللغه يعني، وهذا موضوع تيهمك لان هضرتي ولات الدارجه ديالهم كيكتبوا بها رسائل، كيكتبوا بها ما بقاش اللغه يعني حاجه كيكتبوا بها باقي غير الجرائد والمجلات وكذا تكتبوا بال هي ما يمكنلكش تكتب وما فيهم كثير من حتى انا في شيء من حياتي اللي كتبت الجزء الثاني تقريبا الثلث ديالو او الربع الثالث هذا بالعربيه مكتوب في الشرق، غادي يطلع مكتوب تقريبا اللقاء مع المصريين يعني اللي تلقيت معهم تقريبا مكتوب باللهجه ديالهم يعني بنفس اللهجه المصريه، وان كان مرات كنت كنحول اللهجه المصريه الى اللغه العربيه لانه الانسان ما كيكتبش غير مصر وحده، تكتب يعني الدول العربيه ككل. دونك كانت هذا المسار في القاهره عطاك واحد الانفتاح كبير، يعني نقول على العالم، يعني دخلتي في واحد يعني واحد ديمونسيون اخرى. معلوم. ملي جيتي المغرب وكيفاش ولا التعامل، لان درتي اسم بديتي كتعرض، بداو لي ميديا تيقلبوا عليك، التلفازه تتقلب عليك، الراديو تيقلب عليك، كيفاش كان التعامل ديالك؟ واش كنتي ديما تقول خصني كما تيقولوا بالحيطه وبشويه؟ واش كانت عندك علاقات مع الصحفيين في المغرب؟ كيفاش كان التعامل معك على مستوى لا هو المساله ديال كيف قلتي مساله ديال الصحافه، لولا الصحافه لولا مثلا انت كصحفي ما يمكنليش نوصل للعشاق ديالك على حساب هذا لانه الصحافه دارت دور كبير جدا، بحيث طلعت واحد المجموعه هنا اللي بغى يطلب يجي للمتحف الصغير اللي بريسبوك وي يعني مكتوبه انا والصحافه. بغيت نوريه هذا اسم الجزء هذا الجزء هذا الجزء الخامس راه كاين شي 32 جزء، راه كاين الالاف ديال المقالات معلوم اللي تكتبوا عليك، مقالات وحوارات معمول بطريقه ماشي فوتوكوبي، هذا سكاني معمول بورق بغيت بحيث هنا الحياه تقريبا ديالي كلها موجوده هنايا، ولولا الصحافه لولاكم انتم الصحفيين ما تعرف اسم ديال عبد الوهاب الدكاني. بغيت نقول انت قلتي انا الصحافه وحنا البودكاست ديالنا انا الصحافه، لا لان بالفرنسيه ما يمكنش تقول الصحافه وانا معلوم، لان انا وصحافه لا بالفرنسيه تقول لا بريس اي موا اكزاكتومون، ما تقولش موا اي لا بريس، ولكن هنا ما تقول انا والصحافه، ما تقول الصحافه وانا ما جاتش. وبغيت نقول واحد الشهاده تقريبا كاين شي 32 جزء، ولكن لحد الان البحر خرج 5 ديال الاجزاء لانه كيطيح هذا الجزء غالي معلوم، لان باش تجمع فيه مسائل غالي بحيث هنا يعني النقابه هنا دوك يخترقوا جدار الصوت بالقاهره سوق البشريه، يعني كنتي كتحتفظ كان فوزا للاغنيه المغربيه. الاستاذ كنتي كتحتفظ باي مقال كيكون صغير كبير مزيان ماشي كريتيك كتحتفظ به باش تخليه عندك كوثيقه؟ لا طبعا لدرجه حتى ان مع احترامي لوزاره الداخليه الاخوان المكلفين بالباسبور كنت مرات كنستعطفهم انا ناخذ كنخليه بحيث عندي مجموعه ديال الباسبور شفتهم في المتحف قال لي علاش
قلت ما ودي راه كنبغي نكتب الكراس ديالي، وان كان بغيت نكتب الكرا خصك توثق. بتاريخ مضبوط. معلوم. والتاريخ المضبوط مثلا انا مشيت مثلا لهولندا ولا لبلجيكا غادي نلقاه في كذا ماشي غنبداو في سنة كذا نقدروا تقريباً. يعني خص يكون انا كنشكرهم مره اخرى يعني على- داروا هاد لا بغيت نرجع لهذا لان مهم. بغيت نقول بان هذه الشهاده، لان قليل ديال الفنانه وشخصيات اللي عندهم يعني كبار واللي في واحد الوقت فكروا أنا باش عندي يديروا دابا يعني هذا الشيء ديال تقريباً الصحافه. يعني تقريبا من اول مقال تكتب عليا يمكن في سنه 60 وانا طلعت في 59 ارتحت بالرباط اكزاكتو سنه 60 عندي اول مقال مقال. تكتب عليا للان. الان دابا مثلا جالس معك ما عرفتش شنو يكتبوا عليا سواء في المغرب ولا في فرنسا ولا في السعوديه ولا في كذا ما عرفتش شنو غادي يمكن. على العموم الاشياء اللي كطيح بين يديا كتوثقها. خصوصا لابد ما كان نديرها في في الحاسوب وكنديرها في الكذا وكان يعني كيتسكان هذاك الشيء وكيتقاد باش الانسان ما لا الاحتفال هذه الذاكره ديالي. الذاكره ديالك يعني. ولهذا لما قلت ان هذا المتحف هذه من الاشياء اللي في الذاكره ديالي ديال الفنان هي هذه اللي كتبقى الذاكره يعني هذا استثمار. الاشياء بحيث عن 32 جزء بحال هذا كاين الالاف ديال المقالات وكاين يعني كثير ديال الاشياء مازال تقصي عن صباح الوقت باش يصاوب. ما يمكنليش نعتمد على شي واحد يصاوب هذه الاشياء الا انا. دوك انت انا اللي كنعرف كيفاش نقص وكيفاش مثلا هذا الطرف يكون مع هذا يعني كتعطي واحد الكونتكست واحد باش الانسان ماشي تيجي لانه الا عطيت لواحد اخر وان كان غادي نوريه يمكن يصح مره ولا جوج ثلاثه ولكن بعض الاحيان غادي يعيا. وانا ما كنهياش ندير مسائل هكذا. باش نبقاو في هذا الشيء وفي المقالات، شنو هما المقالات اللي داروا عليك وفرحوك بزاف ومقالات اخرين اللي ما غنذكرش؟ المقال اللي فرحني والمقال اللي عصبك وشي مقال اللي عصبك وعلاش عصبك ما غنقولوش الاسماء، هذا الشيء ماشي مهم. شنو هما المقالات اللي عجبوك ولا المسائل اللي شفتهم تكتبوا عليك في الميديا ولا تقالوا في الميديا واللي فرحتي بهم؟ كاين مقالات كثيره تكتبت عليا يعني ما عندها نهائيا لا وجد لها من صحه. ما فيهاش كاع يعني ما وجد لها من صحه. هادشي قريب يمكن تنظن انت كانوا بعض الصحفيين الصغار خلف تعرف فتيدير اشياء يعني كيقلب دابا الان ولات الصوره المرئيه ولا الانتيليجنس ارتيفيسيال بحيث كيمكن لك تاخذ الانسان. ذاك النهار شفت صوره فيها المرحوم محمد الخامس مرحوم الحسن الثاني ولا صاحب الجلاله الله ينصرو ولا الامير الحسن يعني بجوج مع بعضياتهم كلهم وكيتذاكروا كانهم عايشين يعني عايشين مثلا غير يمكن ياكلوا في نفس المائده. بحيث الان اظن حتى القانون خصنا يعني نتطرق لهذا الشيء يتراجع. بحيث القانون دابا ما يمكنلكش تحكم على واحد الانسان انه موجود مثلا في بلد ما وهو ما عمره مشى له نهائيا. بحيث مع الانتيليجنس كيمكن لهم يستغلوه ويديروه اللي بغا ويديروه مع من ما بغا ويديروه لابس اللي بغا ويهضروا. شفت انا ذاك النهار الصوره ديال ترامب جالس كيتسول معلوم لابس اللبان هكذا وكيتسول كذا بحيث عيب. وان كان يعني حتى يصل الانسان لاي مدى في المساوئ ديالو في الاشياء يعني عيب انه رئيس دوله انه يوصل لهذا المستوى. كاين واحد المستوى الحد اللي ما خصناش نفوتوا. يمكن لك ديروا في شطر اخر بحال اللي داروا كيرقصوا تيديروا كذا على اخره. ولكن انه لابس كذا وانه كيتسول كذا معناها كتحط حتى هذاك اللي كيتسول
معلوم. اللي الله تعالى ما رزقوش الحياه انه يعيش بحاله بحال الناس، ماشي ماشي من الغلطه ديالو، فهمتي؟ يمكن الغلطه ديال المجتمع فانا كان عايش هو، يمكن كان غادي يكون طبيب، يمكن يكون غادي يكون وزير، يمكن غادي يكون فنان، يمكن كذا، ولكن الاشياء دارت دوره يعني كبيره خاطئه بالنسبه له، فصار انسان متسول بحال اللي كاين في فرنسا وما اكثرهم فرنسا دوك اللي سمعتوا لي سون ابغي وداك الشيء اللي الناس اللي تيكونوا في لي سون ابغي كثار كتلقاهم من عائلات ارستقراطيه وناس عاشوا في الخير وعاشوا مزيان كذا، انما اختاروا هذيك الحياه ديال يعني تيخرجوا لنا انت اختار حياه. هذه مساله ديال هذه مساله شخصيه اختيار ماشي ديال على عين يعني قلتي هذه المقالات اللي نرجعوا للمقالات اللي داروا شي حوايج اللي ما كاينينش، والاشياء اللي فرحتني بزاف هو انه لما مشيت للشرق تعرفت او عرفني محمد سالم اللي هو الفضل له كبير جدا بالنسبه للتلفزيون، انه ظهرني في فيلم القاهره في الليل منتهى الفرح، وقدم لي من اكبر الصحفيين وكيسميوه لسان الافعى. يعني شي واحد تبارك الله هذا عنده اكثر من 200 قضيه ديال على تيكتبها، الا كتب عليك السطر هذا صافي صافي مشيتي، ولا كتب عليك السطر كيطلعك الاسم. هذا الانسان سميتو قليل البنداري، قليل البنداري كتب علي انايا 4 ديال الصفحات في اخر ساعه، وما عمرو دار شي جواب، بحيث انا كاتب عليه شيء من حياتي كاتب عليه كثير من كذا، وكنشكروه شكر جزيل جدا، لانه انسان ما كيشدش لا قلم ولا كذا، بحيث يعني عنده واحد هذا يمكن من الناس اللي صنعوا الحاسوب، بحيث قال لي تكلم غير تكلم، انا غادي نعرف كذا كذا. يعني هذا كتب عليه 4 ديال الصفحات في مجله ديال اخر ساعه. اخر ساعه معروفه يعني، فهذا شيء بالنسبه لك يعني بالنسبه لي شيء خارق للعاده، بحيث هذا الانسان اللي يكتب عليك سطر فقط يطلعك يعني فوق ولا يحطك للحضيض. دوك هذا كان بالنسبه لك مقال بقى لك يعني في الذاكره كمقال كثير من الناس سواء بالجرائد الفرنسيه ولا بالجرائد بالعربيه وكذا كنديرها، ماشي معناها كندير غير اللي تعجبك المسائل اللي فيها المسائل حتى المسائل الخايبه كنديرها. المقالات المقالات التي تسيء لي كنديرها، وكنتي لان الكمال لله ما يمكنش، وكنتي كتقرا كل شيء. نعم كنتي كتقرا كل شيء، يعني كنقرا كل شيء يعني ماشي حيت كاين اللي كنقرا هذا الصحافه، ولكن انت كتقرا بواحد كتسمعن حتى في لي ديتاي والمسائل باش تفهم علاش هذا الصحفي يكتب هكا ولا ماشي يكتب هكا. التلفازه وكيفاش التعامل مع التلفازه، الصحافه في شكل التلفازه. التلفزيون وكذا ما كنتعاملش معهم نهائيا، لا بل الاولى ولا الثانيه، لانهم ناس ما كيعرفوش ما مدى الفن والحق ديال الثروه ديال النوطه والحق ديال المؤلف، ولهذا انا كنقولها بصراحه ما كنتعاملش معهم. يعني بالنسبه لك ما هذا نهائيا ما عاديش معهم، يعني عادي بينهم مساله ديال الاحترام وتقدر، انما انا نتعامل معهم اللهم اذا جاوا وعرفوا قدري ومقامي ومدى شنو كنسوى، عاش من عرف قدره معلوم، وشنو كنسوى امام الناس وامام الجماهير وامام الناس كلهم، وبالاحرى انني انا اللي كنمثلهم التلفزيون ديالهم، بحيث انا والفنانين اصدقاء الفن لولا الفنانين ما يمكنش تمشي التلفزيون والاذاعه، ما يمكنش تمشي التلفزيون بصور فقط فقط. وانا اللي كان عندي واحد الاستغراب، يعني ديما كنت نشوف التلفزيون، يعني تنقول ما يمكنش يكون عندنا تلفزيون يعني ديال الوطني
وكما قلتي المسار ديالك كيهضر عليك ماشي كفنان. وبالاحرى انا عنده ميزانيه ضخمه، عندهم ميزانيه ضخمه ديال التلفزيون بقطع النظر عن ميزانيه ديال الدعايه ديالهم. فلما كيجي اي واحد من التلفزيون ولا شي حاجه كيبغي يدير معايا لقاء ولا شي حاجه، تقول له لا، او كنطلب له مادين. معلوم، يعني كتطلب واحد نتايا تقول له نتايا موظف، نقول له واش كتخدم بالفلوس؟ تيقول لي لا كناخذ. اذا انت كتخدم وكتقاضى واحد القدر شهري، انا العمل ديالي هو هذا المؤلف انا نتقاضى عليه. يعني بما انك انت غادي تتقاضى عليه من طرف الناس ديالك ومن طرف كذلك الزبون. انا كذلك واصدقاء الفنانين خصهم يعرفوا هذه القضيه، ما يبقاوش يبداو يعطيو الاشياء يعني بحيث لك انت كانسان كصديق مرحبا اهلا معلوم عارفه يعني كان مشكل. انما كيقول وبالاحرى انه كيبغي يعني يطول معاك، يقول لك ساعه وساعه ونص، وما كيعرفش بان ساعه غير في اوروبا غير في اوروبا ساعه كتقام على التلفزيون بالملايين ديال الاورو. معلوم الساعه ديال وفي الولايات المتحده تضربها 100 مره. يعني ذاك هو الحق ديال هذا الفنان، بحيث كاينين يعني المئات ديال القنوات او العشرات المئات ديال القنوات عايشين بهذه الاشياء. الفنان عايش بهذه الاشياء، ما عايش بمسائل اخرى، بحيث كاينين مادات كتباع وكتستهلك يوميا، ورغم هذا كيديروا الدعايه، وان كان ما تحتاج الدعايه. زعما غريب هادشي لانك انت في التلفزيون، وانت بديتي في التلفزيون وكانت السهره ديالك تدوز في التلفزيون، يعني ما عمرهم داروا شي كنقولوا واحد يعني شي انيسياتيف من جهتك باش هذا باش تدوز في التلفزيون، باش نسمعوك في التلفزيون مثلا؟ لا، كيبغي كيتعاملوا معايا كانهم كيشريو شي بطاطا ولا مطيشه ولا كذا، كيبداو يتساوموا. لا واه يا ودي راه كتعرف راه حنا ما عندنا، لا واه حنا ما عندنا. تقول لي لا شوف، النهار اللي يولي عندك الامكانيات باش تدفع ليا اجي لعندي، اما مادام ما عنديش الامكانيات خلينا اصدقاء، خلينا. وبغيت نرجع لحاجه اخرى، كنتي من الاولين اللي عرفتي شنو هو الحق ديال المؤلف، وكنتي من الفنانين الاولين اللي عرفوا كيفاش كما تنقولوا يحافظوا على الحق ديال المؤلف. يعني كنتي التعامل ديالك كان التعامل ديالك يعني لا في السهرات، لا في مع التلفزيون، لا مع الميديا بشكل عام، كان كنتي تخلق كاع حقوق المؤلف. على بالك في 1800 وشي حاجه كانوا جوج ديال الاصدقاء، واحد عازف بيانو وواحد كمانجي، كانوا في شي محل عمومي، دخلوا لواحد الحانه وما سمعوا موسيقى. بس يقول له هادشي ديالنا، قال له هذا راه انت في البيانو هذيك هنا غادي دير الحركه هذا. قال له هنا انت في الكمانجه. جا هذاك قال لهم بغا نمشيو، قال له فين غادي؟ قال له ما غادي نخلص. هذاك انت داك الشيء اللي مخدم عليه راه انا هم ليه، وهذا صاحبي ما خلص. من هنا بدات حقوق المؤلف، بحيث ما عندها حتى معنى انك تمشي واحد المحل ديالك وكتكسب منه واحد يعني الرزق ديالك، الرزق ديالك وما تدفعش على واحد القدر. كيما يكون هذا القدر حتى وان كان حتى تبرع يعني خصنا كإنسانية، بقطع النظر كحقوق يعني بقطع النظر على الحقوق، هو تخص الانسان ياخذ ما لا كتسمع الموسيقى ديالي ومشي بها المحل ديالك والناس كيسمعوا التلفزيون الراديو سلام كذا الخير، خصك تخلص هذا الشيء. هما داك كيجيبوا في ذاك النهار سمعت واحد من صديق ما اللي كان عنده الجرعه انه يهضر في الموضوع، وكان كيقول لهم تيجيبوا الفنانين وكذا وكيعطيو الملايين ديال الاوروات وكذا الخير. فانا ذاك النهار قلت له شوف سلام، قلت له النهار اللي تعطيني 2 الاضعاف على هذاك اللي كتعطيه
ذاك اول فنان عادي غادي ندوز عندكم فعلا، والا الرزق على الله سبحانه لا اله الا هو. دوك بالنسبه لك هذا الموضوع هذا محسوم فيه صافي، يعني تبارك محسوم، الله. وهذا الشيء سنوات وسنوات وانت حاسم في هذا صافي. الموضوع يعني. كنتي عاودتي لي واحد الطريفه واحد النهار تعاودها لي، قلتي لي واحد النهار كنتي في واحد يعني في الدومين في المغرب، كانت شي سهره وجاو الناس ديال التلفزيون بغاو يصوروا، قلتي لهم مع من انتم شكون قال لكم تجيو؟ إيه، راه لا. انا غادي تجمعوا دابا لكم. كيجيو دابا كتكون شي سهره عموميه، اي يعني تيجي مفتوحه وتيحط لك يحط سميت الكاميرا الكاميرات 3 ولا 4 ديال الكاميرات، يعني باي حق. بلا ما هذه الفوضى، فوضى. هذه فوضى اه يعني باي حق. واش عندك معايا شي اتفاق؟ كاين شي حاجه اللي يقول لي يا ودي حنايا صيفطنا، قال لنا سير. قلت له شكون اللي صيفطك؟ قال لك فلان. قلت له وسيل عند اللي صيفطك قول له راه فلان. قال لي لا راه ما يمكنش. بحيث واحد مرة كان ف ف ف في المهرجان ديال الاغنيه فاس. لا ما هذوك الغلطات اللي ديالكم. يعني كنتي تقدر قلت له تمكن سير توقف هضر مع المشكل ديال، وان كان هادي 9:30 الليل قول له فلان. قال لي ودي ما غادي نصوروش، ولا صورت ولا درت غير بانت ضوء للشهاده غادي نوقف، وغادي نوقف وغادي نقول في الميكروفون غادي نقول هاد الناس اللي جاو راه جاو تيصوركم حتى نتوما يعني هذا هو صافي. يعني انا فين علاش هاد الفوضى؟ بغيت تصور واحد الشيء انا اتفق معايا، لا اتفق معايا مسائل هذا يعني ما كنقولش لا ابدا حتى مع الله، معلوم. انما تجي وتحط زعما بحال اللي داكشي يعني مفروض شكون منه أنت؟ زعما في شنو باي حق، باي حق. باي موجب. بجانب اخر التلفزيونات اخرين اجنبيه تيعيطوا لك وتيجيو يصوروا معاك وانت منفتح وتعطيهم الوقت، لان كتلقى معاهم واحد الظروف ديال يعني ديال التصوير، ظروف ديال واحد النهار شحال هذه تقريبا شي 50 سنه كنت في البي بي سي، مشيت للبي بي سي. كانوا عطاوك واحد يعني البي بي سي كان عطاوك واحد يعني بخيل ديال مشيت انا ديت انا تيسمى الانتاج المتوفر. ثم هكا هديه قال لي كان المسؤول تماك على المسؤول الجهاز العربي. من بعد مثلا جا بالادب وكذا درت له اغاني بالعود يعني درتي لهم وجابوا مضيفات وحده كتجيب. قالت لي اش بغيت؟ قلت لها شاي وحاجات وحده اخرى. قالت لي تجيب جابت الحلويات بحيث واحد الاعتناء واحد الاعتبار بحيث كتقول الماده كتولي يعني كاين واحد تعامل اخر. في الاخر قال لي مثل ذكالي. قلت لها نعم. قالت لي تخص تسجل الخزانه راه عندك واحد. قلت لها ديرها يعني قالت لي لا هادشي داخل في عندنا في حتى الخزانه راه عندك واحد القضيه. واحد القضيه. هادشي اللي خصو يكون هنا. هادشي اللي خصو يكون مع الفنانات من يعني بصفه يعني تبارك الله. تري بيان ميرسي بوكو. ميرسي ابو. كان ايها الاصدقاء ديال الصديق مرحبا بكم ومره اخرى ان شاء الله. اذا بغيتوا اي انتاج واي اشياء ان شاء الله بحول الله فاحنا تحت امركم ان شاء الله. واتمنى ان ما نكونوش جرحنا شي حد ولا احنا ما كنشوفوا الا المسائل ديال الخير. السلام. اللقاء قريب.